الحياة رحلة بتاخدنا بالحضن، وطريق بنمشيه مع اللي بنحبه، ومكان مهما بعدنا عنه دايما بنرجع له. بيت بنحس فيه بالدفى وبنشوف فيه بكرة. حبايبي عاملين ايه؟ النهارده برضو جينا المتحف، الزيارة التالتة ديت المتحف، فمعانا رمسيس ورايا والمتحف حلو. عندنا هنا ايفنت في المتحف هنا، وتعالوا استمتعوا معايا حبايبي، يلا معايا شوفوا المتحف بقى. رمسيس متحف هدوء، النهارده مفيش حد فيه. هشوفوا بقى كده، انا بحب هنا وتعودت على هنا وحركات روخر اتعود على هنا كنت وعشتنا هنا، شغال هنا بعد افتتاح المتحف. فبنيجي نسلم على اجدادنا جدودنا نسلموا عليهم. او كنا اتليست بنستناها ان هي تقدم لنا حاجه جديده. ومخدرات تحت السيطره، طبعا عملتي ريسيرش كتير وقعدت مع مديرين كتير. مع لام شمسيه، هل كنت بتعملي انترفيوز لفيكتيمز اوف هراسمنت؟ هل مثلا في سجن النساء كنت بتعملي انترفيوز مع المساجين الستات؟ يعني احكي لي شويه عن الريسيرش بروسس بتاعك، ازاي بتحسي ان انت فعلا الله الفيلم ده حلو، واحد يقول لك ده اوحش فيلم في التاريخ، عادي يعني مستعد لده. لكن لا، اي دونت، عشان ابقى وصلت للي انا عاوز اقوله برضه. طب وهل يعني الرقابه بقى ان اكشواليتي هل غيرت لك حاجات في الفيلم؟ هم غيروا حاجات زي ايه؟ يعني في فوي هم جم مثلا قال لك لا ده لازم يكسبوا. قلت له لازم يكسبوا ايه؟ دول حراميه. ما ينفعش. قال لي لا مفيش كلام يكسبوا. قلت له ازاي ده؟ قال لي يعمل فرقه تانية بتكسب. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا جيت هنا ايفنت في المتحف، دعوة للمتحف المصري في الايفنت هنا بالسينما، فانا يعني انا اتثقفت منها وفهمت حاجات حلوه قوي كنت نفسي افهمها. كانوا بيتكلموا على المسلسل لام الشمسيه، كانوا بيتكلموا عنها، كانت المؤلفه موجوده، كان هنا المؤلفين والكاتب بتاع المسلسل، وهنا تمثيليات هنا، وكان في ممثلين وممثلات، وكان حلو قوي يعني، فانا استفدت منه كتير قوي. وفي اسئله وبيجاوبوا على السينما، على التمثيليات، على الافلام، على كل حاجه في مصر، والافلام حلوه وتمثيليات حلوه وعمل جيد وجميل جدا يا حبايبي. وانا فرحانه واتشرفت بيهم قوي بمعرفتهم ودعوتهم ليا، شكرا ليكم. وانا وحركات بقى، حركات بتهدي معاه، ف يعني ناس وسط فني حلو راقي، ناس الفنيين دولت ناس محترمه وجدا جدا، ذوق قوي الفنانين. بتتنوري في اي حته يا ماما. حبيبي يا حركات، حبيب قلبي، فابن حركات هو اللي جابني هنا وبشكره، شكرا ليك يا حركات. العفو يا ماما. وعرفنا بالناس الحلوه الجميله دي، روحهم حلوه فعلا، وكل الممثلين هنا روحهم حلوه، ف فحاجه طيبه ليهم، وكان في حاجات حلوه واعراض انا حلوه، حبيت. عاملين استعراضات حلوه والمتحف جميل، وبحب اجي على طول المتحف هنا. فيعني هو فيديو صغير كده يا جماعة، فبحب أشارككم كل أخباري وكل تحركاتي وكل حاجة حلوة في حياتي، عشان انتوا حبايب قلبي، وأنا بحبكم جدا جدا جدا. كل المتابعين أنا بحبكم. أطمنكم عليا اللي أنا خير الحمد لله، كنت تعبانة ومعرفتش أطلع لكم لايف، فالحمد لله.
يلا استمتعوا معايا وشوفوا بقى، هنروح بقى خلاص وكده، خلصوا خلاص. وانا انتوا كنتوا بتسالوني في اللايف لما فتحت اللايف انت قاعده ورا ليه؟ انا قاعده ورا عشان اعرف اصور براحتي، اصوركم، اصور لكم الحاجه واصور براحتي. انا فقعدت انا ورا، فانتوا بتقولوا قاعده ورا ليه؟ فعشان قاعده ورا علشان اصور براحتي، ما اضايقش اللي ورايا، اقعد كل شويه رافعه ايدي كده فهيضايقوا اللي ورايا. فاحب اقول لكم كده يعني اعرف المعلومه دي. وما عرفتش اتكلم في اللايف علشان ما اعملش ازعاج، ما اعملش ازعاج في اللايف. زي انتم ما شفتوا كان كله اسئله واجوبه وبيحكوا وبيتكلموا، الاساتذه بيتكلموا، فما ينفعش اتكلم ونعملوا دوشه. وهشوفكم على خير بقى حبايب قلبي، في امان الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا يا جماعة الخير، هنا بقى المتحف من فوق. احنا هنا عند البهو الزجاجي من المنظر الخلفية اللي ورا المتحف. احنا كان عندنا ايفنت النهاردة وخلصناه الحمد لله. ماما مبسوطة، انا فرحان اني جبت ماما معايا، بس يلا الدنيا حلوة ممتازة. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبي، ايه حركات، يلا بينا. يلا بينا. جدار رمسيس اهو، خلصنا يلا بينا هنروح. ايوه يلا بينا بقى، يلا بينا يا ماما. يشوفوا الفيديو حطوا لايك وقولوا لنا ايه رايكم في الجوله الصغيره ديت، وهننزل لكم فيديوهات من الزياره الخاصه بتاعتنا هنا. يلا حبايبي اشوفكم على خير، يلا بينا. احلى حاجه رمسيس النافوره بتاعته، تحتيه بحيره ميه تحتيه حلوه قوي، دي احلى حاجه، المنظر تقعد تتفرج عليه جميل. رمسيس تحتيه ميه كده حلو. بيقولوا الحياة رحلة بتاخدنا بالحضن، وطريق بنمشيه مع اللي بنحبه. شايفين الحاجات الحلوه دي؟ ولا الظهر ولا الوش ولا عادي وش وظهر كده؟ تعالى كده، تعالى حاجه جايه في النص. حبيبي يا عيني، يا مسهر عيني، يا قلبي على الناس الحلوة، يا قلبي على الناس الجميلة، والله بحبكم. لو أنا مش بحبكم ما كنتش وريتكم الأماكن اللي أنا فيها، اللي بروح مكان على قد ما أقدر أوريكم الأماكن اللي أنا فيها. أجمل حاجة شوف المية تحتي أهو. ومكان مهما بعدنا عنه دايما بنرجع له. حرية غير الزحمة غير الدوشة وكده، فهو كده حلو، هدوء فاضي تجري فيه لوحدك، محدش يقول لك حاجة. وهنا تماثيل هنا فوق هنا، الدرج العظيم، وفي فوق بقى الايه الغرف فوق. احلى حاجه اللي احنا في الزياره الخاصه يا ماما، صح يا ماما؟ احلى حاجة اتفرجنا على قاعه توت عنخ امون واتفرجنا على كذا قاعه، هننزل لكم كل حاجه براحتنا. تحية طيبة ليكم والله، شكرا ليكم لكل المساهمين معانا، كل اللي معانا الموجودين، الجروب الحلو اللي معانا حبايبي، والله ناس حلوه، مجموعه حلوه، السينمائيين الحلوين الفنانين. قصة مش من فصل واحد، دول 4 فصول كلهم أجمل من بعض، واختيار إننا نقرب أكتر للي بنحبه. الحياة هنا رحلة
نعيشها مع اللي نختار ونشوف جمال تفاصيلها. خمسة 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 بخمسة في عين الحسود، خمسة 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 في عين اللي ميصليش على النبي. لف معايا لف معايا لف معايا لف معايا لف معايا لف معايا لف 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 دوختكم ولا ايه؟ نختار يا حلوة، نختار يا عسل. حبايبي احلى مكان المتحف المصري، احلى مكان هنا، مش عايزين نمشي خالص. المكان هنا جميل، هدوء وراحه نفسيه واجدادنا، بتحس كده باجدادنا وجدودنا، والمكان جميل جميل. كل حته فيه حكايه، كل حته فيه غنوه، يعني تراثنا. يعني شوف التمثال، شوف حاطط ايه فوق دماغه، شوف ايه اللي في دماغه، شوف دقنه، شوف يعني كل قطعة من التمثال فيه حاجات غريبة، حاجات حكاية. كل حاجة فيها حكاية، حكاية حلوة، حكاية ناس حلوة قوي بتحب بعضيها. أيام زمان قدماء المصريين، تحية ليهم والله يرحمهم ويرحم أمواتنا يا رب. فالمكان جميل، أنا مش عايزين نمشي والله، عايزين نبات هنا ونقعد هنا في المكان الحلو ده. إيه العسل ده، إيه المكان ده. أنا سعيدة ومبسوطة بيكم اللي انتوا معايا. ما انا كنت بايت هنا يا ماما، ما بتعرفيش المعلومه دي؟ حركات كان هنا في الافتتاح هنا. انا كنت هنا، كنت قاعد هنا معاهم شاركت في الافتتاح وشاركت في العروض الاستعراضيه والتصوير وكل حاجه. صورته هو لابس اللبس الفرعوني وشارك معاهم هنا، وكان الرئيس والبلاد كانوا كلهم من البلاد كانوا جايين يزوروا الافتتاح هنا، فهو شارك معاهم يوم 1 نوفمبر 2025. 3 ايام اللي كان محدش يدخل فيها الا الرؤساء والاعمال، رؤساء الاعمال وايه تاني دولت ورجال الاعمال والناس الوفود اللي جايين من الدول بره. فهو محدش بيدخل خالص الا كان حركات، كانت زيارات خاصه. 4 نوفمبر اتفتح للجمهور. ايوه كان هو شارك معاه، فهو يعني فسايبينه بقى هو يجي براحته هنا بقى، هو وشركه المتحده. بنيجي زيارات خاصه هنا تبع حاجات مدعوين تبع المتحف وشركات المتحده ابني حركات. فعادي هنا سايبيننا براحتنا، نتصور وننزل ونطلع وندخل ونعمل براحتنا خالص هنا. فناس لطاف وتحيه طيبه بالناس الحلوه. اجمل حاجه المتحده، شركه المتحده، تحيه طيبه ليكم وتحيه لكل اللي شاركوا معانا حياتنا. الناس اللي شاركت معانا ناس طيبه، اشكركم جدا جدا، ودعمكم ليا ودعمكم ده الكبير ده انا يعني ما اقدرش انساه دعمكم ده، وقفتوا جنبي. انتوا الناس الجدعه، انتوا اهلي، انتوا ناسي، انتوا حبايبي. فبحب اشارككم كل اجوائي وبحبكم جدا. ويلا بينا بقى. من هنا بدأت حكايتنا سوا، من هنا بدأ الحب مع القدماء المصريين. بالحب اتجمعنا. انا هنا بقى تبع الشغل، عندي الحفله هنا، بنوضب الحفلات وبنعمل شويه حاجات. جايين هنا فقرات استعراضيه وشويه حاجات كده، في حفله قادمه ان شاء الله قريبا في المتحف. سبت ماما بقى تاخد جوله في المتحف وجيت انا. A safe passage into the afterlife. The experience ends with a panoramic view of the Giza pyramids as the grand stairs seems to lift the kings upward toward eternity and